في مساء عندك. الخير. اهلا وسهلا. انا اول مره ادخل معاك طبعا، اهلا وسهلا. ومن متابعينك من بدري قوي يا قوي مرحبا قوي يعني. يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يخليك. أنا لو عايزني اجاوب بس اجاوب. اتفضل. انا شايف ان استحاله ان الجيش يقدر يعمل حاجه زي كده في البلد او في السيسي. مش هيقف ضد السيسي، لان لماذا؟ السيسي ده رمز للبلد. رمز واحنا يا شايفين استاذ. اللي حوالينا. يا استاذ اتفضل. بص حبيبي، في شقق الدعاره عندهم رمز، بس عندهم رموز مش رمز. عندهم البت اسخن بت موجوده، بت وتد وجسم وحلاوه وتسخنك وتدلعك بره حته ونرجع بسرعه. ليه عملت من السيسي رمز؟ ماذا فعل السيسي لمصر والمصريين عشان كده اطلقت عليه الرمز؟ اتفضل اتفضل يا استاذ. اولا هو كونه رئيس جمهوريه مصر العربيه، فهو يمثل لا جمهوريه لا لا، مصر. بص حبيبي، كلام العبط والعته انا ما احبوش. انت وانت بتقول برضو يا استاذ اوف لا 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 لا، انا ما عنديش، بص ما عنديش وقت اضيعه مع اللي زيك صفصطه وقل ولا اقفل المايك، اقفل المايك. ده مش بتخالفني، انت مش بتخالفني، انت بتقول كونه انه رئيس بقى رمز. يعني ايه كونه انه رئيس بقى رمز؟ طب ما الرئيس مرسي رحمه الله عليه كان رئيس، لماذا لم يتحول الى رمز؟ انقلبتم عليه وهتكتوا عرضه وقتلتوه. ما هو ده كان رئيس منتخب، السيسي عمره ما حد انتخبه غير الرقاصين والطبالين اللي زي حضرتك. ولا انا غلطان يا استاذ؟ خش لي بقى في الموضوع يا بتاع الرموز وقول لي، هل سيسقط الجيش مع السيسي ام الجيش هيسلم للشعب المصري ويسلم ويسلم قياداته الخاينه؟ اتفضل يا استاذ. لا، الجيش دايما مع الشعب المصري، ماشي، مش مع اللي ضد الشعب المصري. يعني الجيش عمره ما يبقى ضد الشعب المصري. يعني الجيش اللي بيقتل المصريين اللي بيحاولوا يهربوا لليبيا عشان يسترزقوا مع الشعب المصري، يعني الجيش اللي طرد المصريين من راس الحكمه وباعها للامارات مع الشعب المصري، يعني الجيش اللي طرد المصريين من نادي الصيد في اسكندريه وباعها، يعني الجيش اللي طرد المصريين من الساحل الشمالي كله وباعوا للمستثمرين ولا بيستثمروا هو وبيعملوا فيلل وكده، ده مع الشعب المصري. هو الجيش اللي لا مؤاخذه منع زراعه الرز وتنازل عن ميه النيل وبنى سد النهضه مع الشعب المصري. هو الجيش اللي قضى على الوظائف وزود العنوسه مع الشعب المصري. هو الجيش اللي بيستعبد الشعب بالتجنيد الاجباري بتاعه كده مع الشعب المصري. قول لي حسنه واحده عملها الجيش للشعب المصري عشان نقول ان هو معاه. اتفضل يا استاذ. اقل حسنه اقولها ان احنا حاليا شوف وضعنا ووضع كل الدول اللي لا لا لا، ده كلام الهبل والعبط. الليره السوريه نزلت الليره السوريه نزلت من 40، الدولار نزل من 40,000 ليره ل 10,000 ليره، والصور بقى لهم ايام معدوده دخلوا دمشق. هم لما يقعدوا سنه ولا اتنين هيعمل ايه الدولار؟ وديك شفت. اتفضل يا حبيبي رد يا فندم. الدولار ايه يا فندم؟ سوريا هتتقسم على الاقل 3 حتت. سوريا كانت متقسمه يا استاذ. دخلت عشان تدافع عن السيسي. دخلت عشان تدافع عن السيسي. عارف ليه؟ السيسي ايه يا فندم؟ ما انا هقول لك ليه. دخلت عشان تبعت رساله للشعب المصري والاردني ان لو خرجتوا على السيسي انا هخش احتل سينا، عشان يطلع اللي زيك يخوف الناس ان هم يخرجوا على الحاكم الظالم. والله العظيم. الكلام ده روح شوف الجرايد الاجنبيه بتتكلم على ايه وماذا كان يصنع رئيس المخابرات الاسرائيلي الموساد في مصر من كام يوم بعد الصور ما دخلوا دمشق. روح شوف الجرايد الاجنبيه بتكتب ايه. ما انا بشوف يا فندم وبطلع زيك بالظبط. لا مش زي لا يا فندم احنا بلد بنحمد ربنا قوي ان احنا حتى الان متماسكين، حتى الان واقفين. يعني أنا ايه؟ واحد طب اقف، موظف حكومه. اقف بس لحظه بس يا استاذ. هو علامات التماسك ان الاستاذ اسم النبي حرصه السيسي ينشئ قصور الانتصار ويشتري الطيارات ويعيش حياه تخطى حياه الملوك حتى، والشعب مش لاقي. اهو واحد لسه قبل انت ما تطلع بيقول امي بتغسل كلى وجالها فيروس وجالها ده وما بيغسلوا لهاش، نفسه يغسل لها ويجيب لها علاج. يعني المصريين يموتوا في الشوارع من قله العلاج والجوع ويحاولوا يهربوا
اكتر الدوله رقم 1 في العالم الطارده لسكانها، اللي سكانها عاوزين يهربوا يروحوا الخليج ولا يروحوا اوروبا ولا يروحوا اي مكان بحثا عن الرزق والكرامه. الدوله المصريه. مش احنا بس اللي عندنا كده يا استاذ باجي. مين اللي عنده امريكا كده؟ امريكا نفسها اللي انت حضرتك قاعد فيها، ايوه، فيها مناطق ما بيجيبوهاش في الافلام، وانت عارف كده. ايه بقى هي المناطق؟ قول لي بس. يا استاذ، مناطق فيها مدمنين وشحاتين في الشارع. يا استاذ بطل تعريس. يا استاذ انت بتقول مناطق فيها ايه؟ بص، المدمنين قدام بيتي بيقفوا ياخدوا الحقن، بتوع الدراجز والسكاره موجودين دول مش عاوزين اقفل يلا المايك. انت بتتكلم وانا بتكلم، الناس هتسمع مين فينا؟ انت مش قلت امريكا؟ ما انا امريكاني، اكلمك بقى. اللي انتوا بتشوفوهم في الشوارع دول بيكونوا دمروا حياتهم بايديهم، حصلت له صدمه، حصلت له حاجه، لا عاوز يجتازها، بدا يشرب ويسكر، اهمل شغله، رموه في الشارع. صاحب البيت في للهوملس، بيسموهم الهوملس، في كل مكان في امريكا في بيوت واماكن يروحوا يعيشوا فيها. في للهوملس المكان اللي انا فيه مكان بيروحوا عاوز تقعد فيه، لكن معظم الهوملس اللي موجودين عندي هنا معظمهم غير امريكان، ورغم ذلك موجود الاماكن فيها. ياخدوا دراجز، مين اللي هشغله؟ يشربوا مخدرات، مين اللي هشغله؟ انا لما تعرضت لنكسه صحيه المستشفى قعدت تتحايل عليا، طالما انت ما بتشتغلش هنبعت لك زي شؤون الاجتماعيه كده. رحت حاولت لهم لا انا احاول ارجع شغلي، قعدت كام سنه احاول ما قدرتش، مش فاضي، جت من عند الله. جيت دكاتره قالوا لي مش هتنفع تشتغل تاني. سويت معاشي، وبعدين قالوا لي معاشك ضعيف لان انت ما كنتش بعمل ضرايب. اخر كام سنه، اخر 10 سنين قعدت كتير احارب السيسي ما بعملش ضرايب. قالوا طب خلاص دخلك ضعيف، نحطك في برنامج مساعدات، هنساعدك في دفع الايجار. شوف انت القانون لها قوانين كده، هنديك كارت كده للاكل والشرب، فلوس بس بتشتري بيها من اي مكان اكلك وشربك يكفيك ويكفي عيالك وتزقطط فيه. هنديك كمان فلوس كاش عشان لو عاوز تركب اتوبيس، لو عاوز تشرب حاجه، تجيب كاندي، تاخد عيالك تفسحهم، تجيب صابون، تدفع فواتيرك بتاعت الكهرباء. كان بيدونا انترنت مجاني والله، وتليفون مجاني، خطوط يعني دي لك مصدر انترنت لا محدود مجاني، ممكن تاخد 2 وتليفونين لا محدودين او محدودين حسب بقى الشركه اللي انت بتجيب بيها. وانا اهو انا خير مثال. هتقول اصل عندك في امريكا هم اللي عاوزين كده، هم اللي ماشيين في المخدرات يا حبيبي. انا مراتي لما بتشوف حد منهم في الشارع بتعدي الناحيه الثانيه من الشارع، اسمها بيقشعر وتقول لي لا الامراض والحكايه والروايه. الهوملس اللي انت بتتكلم عليه ده بقى، لما مثلا الاقي انا واحد مغمى عليه ولا حاجه اتصل بالشرطه، يجي الشرطه والاسعاف بيجوا معاه 5 6 عربيات كمان اسعاف يجوا، مع انه واحد بيبعت، كله بيبعت، الدوله بتدفع لهم، واحيانا يبعتوا عربيات مطافي والله العظيم معاهم، بعدين يجي يصحوه يقعد يشتم فيهم، والله مش عاوز يروح معاهم. ولو صمم، لو هم اثبتوا ان هو في حاله خطر هياخدوه غصب عنه، لكن هو لو مش في حاله خطره ما يقدروش ياخدوه، فبيقعد يشتمهم، هو مش عايز يروح المستشفى، وبعدين ياخدوه المستشفى، فبيضطروا بقى ريحته منيله، واحيانا يدوا له شاور في المستشفى، في منظمات وكده ممكن يدوا له هدوم ولا حاجه، ويقعدوه يوم يومين لغايه ما لو عنده مشاكل صحيه، وبعدين يروحوا او يسهيهم ويهرب من المستشفى تاني. هم دول، هي دي امريكا اللي انت بتتكلم عليها يا حبيبي، والدنيا موجوده اهي.